حتى انت يا كوكا، حتى انت يا ابن النادي، رسميا احمد نبيل كوكا يطلب الرحيل عن النادي الاهلي والا سيتمرد. طب والنبي هو ينفع الكلام ده يا جماعه؟ ينفع الكلام ده يعني؟ ده اللي راح واللي جه بقى بيتمرد علينا يعني. ولكن احنا طبعا كجمهور النادي الاهلي وكنادي اهلي ما يفرقش معانا الكلام ده. باشا هات عرض واتكل على الله. واحنا بنبقى يا عم، احنا بقينا على وسام افضل فيرود في افريقيا، ده لو ما كانش في الميدل ايست يعني. القصه كلها باختصار شديد عشان احطك في الصوره، احمد نبيل كوكا عقده تقريبا 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه دول جاله هو على الاقل يوم ما يقول انه مش هاخد حاجه، هاخد له 600,000 800,000، هاخد رقم محترم يا عم، هياخد 500,000 يا عم، يعني 25 مليون جنيه. فصباح الفل الراجل ما حدش فاكر ان هو يعدل عقده، وهو دلوقتي خلاص فاضل في عقده سنه. قال لك يا باشا انا عايز امشي، ولو ما مشيتش دلوقتي همشي فري في يناير. مشينا يا كابتن بيبو. انا شايف النادي الاهلي يسيبه سواء كان ب 600 ب 800 بمليون، المهم احمد نبيل كوكا مش هيكمل مع الاهلي. واخيرا ده كان رايي، المهم رايك انت، قول لي شايف الاهلي المفروض يتصرف ازاي في موضوع احمد نبيل كوكا.